تخيلي لو ضفرك اتكسر يجيلك الهام انك تعملي ضفر يونيك وحلو زي ده. ولو اول مره تشوفوني، انا سلمى فتيحه، جولري ميكر اند ديزاينر اكسكلوزيف بس بالوصفه بيوتي. حلقه جديده، خلينا نعمل ضفر لزوم الازمات، وترندي جدا وشيك جدا ومختلف، يمكن ما شفتوش قبل كده. هنحتاج نحاس، واكيد طبعا هنرسم عليه الضفر اللي احنا عايزينه على حسب الضفر اللي احنا محتاجين ان احنا نطوله او نديله شكل حلو يداري الكارثه اللي حصلت فيه. فاول حاجه هنعملها بالقلم الرصاص وهنرسم على شكل الضفر. انا اخترت الضفر الكبير بتاعنا ونبدا ان احنا نرسمه. هنحتاج زي ما انتم شايفين ان احنا نشكل الضفر بتاعنا بالقلم الرصاص، وده اوريدي شكل الضفر بتاعنا. تمام، متهيألي هو ده شكله. تمام، انا نشره قبل كده. تمام، وبقى متهيألي انا حابه ان انا ارفع شويه الضفر بتاعنا، ناخد شويه من هنا وده الشكل النهائي قبل النشر. بعد كده ابدا هدخل الاول من جوه لبره. نثبت الترابيزه بتاعتنا كويس. في حته مهمه عايزه اقول لكم عليها وانا بشتغل في جزء دقيق زي ده. لو حسيت ان المنشار عصلج معاكم، وسعوا لكم حته بالمنشار. يعني زي ما انتم شايفين كده، انا وسعت لي حته لما حسيت ان هي عصلجت معايا وزرجنت معايا، وسعت لي حته بحيث ان هي تدور معايا واقدر الف معايا اللفه دي. وده الشكل اللي وصلت ليه لحد دلوقتي. خلينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين كده هنبدا نبرد اي نتوءه موجوده عندنا. ونبدا نتني ثانيه بسيطه كده، ندي الكيرف بتاع الضفر بتاعنا من كل ناحيه زي ما انتم شايفين كده. تمام، بحيث ان هي تدي الكيرف بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بالشاكوش هنظبط الكيرف بتاعنا على مقياس الخاتم عشان خاطر يدي المنحنى اللي احنا عايزينه. وبعد كده زي ما انتوا شايفين الحته اللي طالعه دي ندق عليها عشان تنام معانا. وبرده الحلزونه دي اخر خطوه زي ما انتم شايفين، خطوه التلميع. وده الشكل النهائي للضوافر الاكسسوارز. بصراحه انا شايفاها ان هي حاجه روعه جدا. لو عجبتكم قولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تبخلوش علينا بلايك شير سبسكرايب. سلام.